دي مش خدعة، دي مش قوة خارقة. لحد ما ارجع لورا واربط. مدي شكل جمالي. هل ممكن تقاتل وانت مغمض عينيك؟ شريف، هات الكاميرا يا شريف قصده. معلش هو بيبقى متأمل هو شريف يا الله على هذه الخرافة، يعني ايه اقاتل وانا مغمض عينيا؟ بتقول ايه يا عم الحاج انت؟ ما يمنعش ان القتال وانا مغمض عينيا حاجة جامدة فشخ، محدش ينكر ده. يعني ايه يكون عندك حاسة 7 أو 6؟ دي حاجة جامدة جدا، ولكن هو ده ممكن فعلا اصلا؟ عارفك انت اللي بتتفرج عايز تضربني بالجزمة على دماغي، لكن انا مش هرد عليك، انا هخلي بروسلي بذات نفسه يرد عليك، انا مش هألف من دماغي. جاهز؟ كمون كمون. أكيد لما نتكلم عن القتال هناخد رأي الأسطورة بروسلي في موضوع مهم زي كده. كان في مسلسل اسمه ذا لونج ستريت بيحكي عن يوميات واحد أعمى، وفي الحلقة الأولى ظهر بروسلي بيعلمه إزاي يقاتل. وهو أعمى أصلا مش بيشوف، يعني تخيل بتعلم واحد أعمى، يا الله هتجن من جوه دماغي لحد ما حاولت أفهم كلامه. Yeah, Lee's gonna teach me all this. I cannot teach you. Only help you to explore yourself. Nothing more. All right. Come on. Let's. اهدى اهدى، عارفك عايز تمسك حاجة وتخبطني بيها على دماغي، انا نفسي كنت عايز اعمل كده، ولكن كمل معايا وهتفهم واحدة واحدة. في المشهد اللي جاي ده مثلا بروسلي بيطلب منه ان هو يضربه برجله، وفعلا بطلنا بيعرف يضربه، ويعين الراجل مش فاهم هو عمل كده ازاي. بروسلي بيطلب منه يضربه تاني، فبيقول له استنى استنى انا محتاج افكر. بيقول له انت مش محتاج تفكر، انت كل اللي محتاجه ان انت تركز وتسمع، ويخبط بايده تسمع. المشهد ده ايقوني يا اخوانا. You got to listen. Listen. Where am I? ويقعد يلف حواليه عشان يحاول يعرف مكانه فين عن طريق سمعه بالراحة كده، ويتجسس ويتخبس ويمشي بالراحة، والراجل بيعرف مكانه خطأ في الآخر. There. No. Your thoughts are wrong. ملحوظة هنا قال له أفكارك خاطئة عشان هو أصلا فكر مرة تانية، وقال له ما تفكرش ولكنه فكر برضه. وده ياخدنا لأهم وأحسن مشهد في المسلسل كله. بروسلي بيعلمه، بيقول له اسمع صوت إيدك واسمع صوت رجلك، حاجة كده عاملة زي لكل فعل رد فعل. اسمعني واسمع حركاتي، 1 2، كل حركة وليها صوت، لازم تركز وتسمع الصوت ده. وأهم مقولة لبروسلي بيقولها: يجب أن تفرغ عقلك يا صديقي، يجب أن تكون صافيا مثل الماء، زي المية بالظبط، خالي راسي، تحط في إبريق الشاي تبقى زي إبريق الشاي، تحط في الكوباية تبقى زي الكوباية. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Like that, you see? Nice. Be water, my friend. وده اللي بيوصلنا لآخر الحلقة، إن صديقه بعد التدريب الشاق بيقدر يهزم واحد مفتح. تخيل الأعمى بيهزم المفتح. أفلام كتير جدا اتكلمت عن حاجات زي كده، زي فيلم جون ويك شابتر 4 لما جاب دوني ين عمل شخصية واحد أعمى وهو بيقاتل الناس وبيهزمهم. تخيل واحد أعمى ماسك مسدس وعصاية وبيضرب في الناس، حاجة في منتهى العبث. حتى الأفلام المصرية عندك مثلا فيلم زي أمير الظلام، او افلام تانية كتير زي فيلم الحاسة السابعة، منها الكوميدي منها الدراما. ولكن هو هل الموضوع فعلا ممكن يحصل؟ وده اللي هنجربه النهاردة. بيتزعل زي الكلب. طيب انا مش هقولك ان انت محتاج تكون واخد خبرة في القتال وانك تكون خدت معارك كتيرة جدا عشان تعرف تقاتل وانت مغمض، انا بس هقولك السر في رياضتين: وينج تشون، ايكيديو. من غير مبالغة، انت كل اللي هتعمله هتمد ايدك بس وتسيب الباقي على الرياضتين دول وعلى الله سبحانه وتعالى. رياضة الايكيديو ازاي توقع خصمك في 3 ثواني، وينج تشون ازاي تهزم خصمك في اسرع وقت ممكن اللي هي 3 ثواني برضه. وتقدر تدمج الاتنين مع بعضيهم بيبقى ميكس كده تهزم بيه اي حد. والحلو ان هم مش محتاجين وقت عشان تتعلمهم، انت لو دخلت دلوقتي على يوتيوب ولا على اي موقع سهل جدا تتعلم كام حركة تخدع بيهم اصحابك بس. ولكن طبعا اللي بيجي في السهل بيروح في السهل، فانصحك تعمل زيي وتتعلمهم من اول وجديد بقى، او تيجي عند عم اشرف هيعلمك كل حاجة يعني ببلاش عادي جدا. شريف اتعور يا جدعان، عشان شريف مؤهل اتعور. ها ها ها. طبعا انا عارف ان في افلام كتير جدا اتكلمت عن الموضوع ده، ولكن اللي انا عايز اقوله لك ان احنا نقدر نعمل اي حاجة. انا عارف ان في حاجات مستحيلة، ولكن
حط في دماغك ان احنا نقدر نبقى اي حاجة، نقدر نعمل اي حاجة، مفيش حاجة اسمها مستحيل. طالما انت مؤمن مسلم عارف ان ربنا في ظهرك، انت تقدر تعمل اي حاجة. مشلول، ما عندكش ايدين، ما عندكش رجلين، اعمى، انت تقدر تدافع عن نفسك، تقدر تعمل كل حاجة. مفيش حاجة اسمها مستحيل يا صديقي. حاول وجرب. انت معاك رب العباد، انت معاك في ظهرك، في سندك، انت معاك ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الدنيا دي كلها. مفيش حاجة صعبة عليه، مفيش حاجة مستحيل طالما انت بتحاول ومكمل في طريقك. كان معاكم مصطفى صاحب المغامرة. متنساش تعمل لايك، عارف الكلام ده كله. سلام.